هلا هون طلعت معي صينية جبنة من الفرن. شوفوا ما أحلاها، خلية النحل. شوفوا ما أحلى قوامها وشلون هاللون بغير العقل. هلا هون حقيمة من صينية وتعال نشوف طريقة التحضير. شايفين هالمنظر؟ هلا هون تعال شوفوا معنا شلون هالعجينة هشة وطرية بتجنن. شايفين منظرها ما أحلى؟ يا سلام، شوفوا الجبنة بقلبها. يا عيني يا عيني، أكلة ما بتتفوت. تابعونا مشان تشوفوا شلون حطوا لايك تحضيرها. واشتراك وفعلوا جرس التنبيهات. هي قطعة ثالثة. شوفوا شلون العجينة بتجنن، جربوها وما حتندموا. شوفوا شلون هشة وشلون طالعة مثل الكيك. شوفوا الجبنة بقلبها، شي بيطير العقل. وصحة وألف هنا، وإن شاء الله عقبال كل أكلة وأنتم بألف خير. شايفين ما أحلاها منظرها؟ شي بتجنن. تعالوا لحتى نشوف طريقة التحضير. يسعد لي أوقاتكم، كيفكم؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله بتكونوا بخير دائما على طول. هلأ بدي بلش مكونات خلية النحل. معي هون 4 كاسات حليب. هلا هون 4 كاسات حليب حطيت. هلا هون بدي احط 4 معالق خميرة. بدي احط 4 معالق طحين. نحركهم. بدي احط هلا 12 معلقة سكر. هلا بنحركهم منيح منيح. هلا بلشت بالخميرة انا مشان بلش المكونات الثانية مشان تختمر منيح. هلا بنحطها على جنب، بنبلش المكونات الثانية. هون عندي المكون الثاني 3 بياض بيضة، يعني 3 بيضات، يعني البياض بس تبعهم. هون تركت الصفار على جنب مشان ادهن الوش تبعه بس نحشي. هون فانيليا معي معلقة كبيرة. معي هون 12 معلقة زبادي لبن. معي هون نص قالب زبدة حيواني. هلا هون نخلطهم منيح منيح مع بعضهم، بياض البيضة مع اللبن مع الخميرة. طبعا انتو فيكم اذا بتقللوا بتساوي عيار او عيارين بيمشي الحال. هلا هون خلطناهم هدول منيح. حننزل بالمكونات تبع الحليب، مكونات الحليب والخميرة نخلطهم سوا. بعدين بنحط كمية الطحين. هلا هون ننزل بالطحين تدريجيا شوي شوي وبنخلطهم. أنا حاطة 12 كاسة طحين. فيكن إذا ما بدكن تساوي الكمية بتساوي نصها على حسب العيلة أو حسب الواحد أهل بيته بالبيت. أنا مساوية 12 كاسة. ننزل تدريجيا. ليش؟ مشان نوع الطحين. في نوع طحين ما بياخد كتير سائل، وفي نوع طحين بده أكتر. هلا هون بضل نزل بالطحين لحتى تصير العجينة متماسكة هيك بهالطريقة هي لحتى تصير متماسكة عجن بالإيد. هلا هون صارت العجينة هيك، بضل حطلها لحتى تتماسك وتصير تنعجن بإيدي منيح. إنه على حسب نوع الطحين بضل الواحد يشتغل فيها لحتى تتماسك مظبوط، بتصير تنعجن بالإيد.
هلا خلصت العجينة، حط لها نقطة زيت على ايدي وادعكها منيح منيح. شوف شلون قوام العجينة، هيك القوام اللي بدي اياه، لا قاسية العجينة ولا طرية، بهالشكل هذا. هلا بدعكها دقيقتين وبغطيها وبخليها ترتاح نص ساعة. تكون حضرت المكونات الحشوة، طبعا مكونات الحشوة اللي بدنا نحشيها. هلا غطيناها وخليناها ترتاح نص ساعة. هلا هون حضرت الجبنة، أنا جبنة بيضة أول شي، وبعدين بدي أحط لها نص مشللة. هلا بدي أحط معلقة صغيرة أوريجانو، بدي أحط بابريكا كمان ربع معلقة، بنحط شوية فلفل أسود على حسب الطلب. هلا بدنا نحط لها معلقتين سمنة أو زبدة أو زيت. هلا بنخلطها كلها سوا مع بعضها. الأوريجانو كتير طيب معاها، بتعطيها طعمة ظريفة وطيبة. هلا بنخلطها كلها سوا وبنجهزها. هلا هون معي مرتديلا، بدي احط لها كمان نفس المكونات، أوريجانو وبابريكا طبعا وسمنة. هون حط لها زيتون أسود للمرتديلا. الزيتون الأسود طيب مع المرتديلا. طبعا نحط رحنا على حسب رغبتنا. هلا هون قسمت أنا نص المرتديلا، بساوي مرتديلا على الحل. حط لها فلفل أسود، أوريجانو وجهزها. هلا هون حضرنا المكونات وصارت جاهزة عنا. فينا نحشيها شو ما بدنا، فينا نحشيها شوكولا، فينا نحشيها فينا نحشيها جبنة، زيتون، مرتديلا، على حسب الرغبة. خليكم معنا هلا لنبلش حشي. هلا عندي اختمرت العجينة ومنظرها ما أحلى. شايف من طراوتها شلون؟ هيك بتكون العجينة. هلا بدنا نقطعها كرات صغيرة. هيك بدي اقطعها مشان تطلع كلياتها نفس الحجم ونفس القياس، بهالطريقة هي. هيك بالحجم هذا قطعها كلياتها هيك وحطيتها. هلا هون أنا بلشت بالحشي. طبعا الحشي هلا بدي أحشي الجبنة بهالطريقة هي. فينا ما نكتر، فينا ما نحط، على حسب طلبنا. هيك بعملها بهالشكل هاد. فينا نكبرها، فينا نصغرها، بنعملها هيك على الأرض بهالموديل هاد. إذا بدنا بنكبر أكتر. هلا دهنت الصينية بزيت أو بسمنة على حسب ما بدنا. سويت هدول هيك بهالطريقة هي كلهم. هجهز الصواني بنفس الطريقة وأعملها بنفس الحجم. الحشي هيك حكتر لها شوي مشان ما تطلع فاضية. بعملها هيك، بسكرها هيك بس بدورها بهالشكل هاد. هيك منظره. حساوي المرتديلا مع الزيتون مع الجبنة كلها بهالطريقة هي. هلا هون خلصنا حشي الصواني، طبعا بالمرتديلا وبالجبنة. هلا هون عم ندهن وشهم صفار البيض وشوية زيت معاهم. هذا هو. هلا بدنا نحط على وشهم سمسم وحبة البركة، حبة السودا. هاد بالجبنة بهالطريقة هي. شوفوا منظرها ما أحلى. يا عيني يا عيني. هي هون الصواني
هدول جاهزين كمان. هاي المرتديلا. هلا حمينا الفرن وبدنا نحطهم بالفرن. هلا بدنا نساوي المرتديلا. هلا بدي احطهم بالفرن. هلا هون حميت الفرن، بدي احط الصواني تحت وفوق بالفرن. هلا خلصت اكلتنا لليوم، خلية النحل. يا سلام على هالمنظر، شي بغير العقل. ثانية واحدة يا سام. هلا هاي المرتديلا مع الزيتون، شوفوا المنظر يا عيني، يا سلام. شايفين ما أحلاها جوا، ريحة فعلا. كتير كتير أكلة طيبة تجنن. أتمنى كلياتكم تجربوها، صحة وألف هنا، يخلي لي إياكم يا رب.